انت تعرف ان عيسى العوام ما كانش مسيحي؟ طب تعرف ان والي عكا ما كانش خاين؟ طب تعرف ان فيليب اوجست اللي كان طالع في فيلم ناصر صلاح الدين اللي قام بدوره عمر الحريري ما كانش ليه غير في الرجاله؟ بس كل الكلام ده ملناش دعوه بيه، عشان النهارده هحكي لك عن كارثه بمعنى الكلمه حصلت من بعد وفاه صلاح الدين الايوبي. اهلا بيكم في شقه شبرا. سنة 1193 ميلاديا، وتحديدا بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي، واللي زي ما انت شايف الأرض بقت كلها تحت حكم المسلمين، واسترد وقتها القدس وبدأ ينشر العدل ويعالج المشاكل الداخلية اللي أصلا أدت لنجاح الحملات الصليبية قبل كده. بوفاة صلاح الدين تولى الحكم أخوه العادل سيف الدين، بس أولاد صلاح الدين نفسهم كانوا شايفين إن هم الأحق بالخلافة، فكل واحد بدأ يفرض سيطرته على جزء من الأراضي بحجة إنه الأحق، ودارت بينهم معارك طاحنة خلت العادل نفسه يهمل السياسات الداخلية للبلاد والشؤون الإدارية. نتيجة للتآكل المعنوي اللي حصل للدولة وقتها وتضارب المصالح ده، ظهر الفساد بين الناس وامتد عشان يوصل للرشاوي والواسطة في معظم أنحاء البلاد. محدش اصلا كان فاضي لشؤون البلاد وسكانها، لحد ما تحديدا سنه 1199 ميلاديه بتحصل حاجه محدش كان متوقعها خالص. مصر العظيمه يا سيدي، بلاد نهر النيل والحضاره العريقه، بيجف فيها نهر النيل فجاه، بيقل منسوب الميه فيه اكتر من المتوقع ويتغير لون الميه تماما، ونتيجه لده الميه ما بقتش صالحه للزراعه والري، فبتبور معظم الاراضي الزراعيه. وهنا يبدأ يتحرك سكان الأقاليم اللي كان فيها الأراضي دي باتجاه القاهرة علشان يشوفوا فرصة للعيش بطريقة تانية، لأن الزراعة ما بقتش نافعة وفلوسهم تقريبا خلصت. ولأن يا سيدي المصائب ما بتجيش إلا مع بعض متجمعة يعني، ونتيجة للهجرات الجماعية من الريف للقاهرة بينتشر الطاعون وسط الناس، فالتجار ما بيبطلوا يبيعوا ويشتروا أصلا، والغلا دخل وهجم على الناس خلص عليهم. انت كده كنت داخل على فترة مظلمة جدا، لكنك لسه مش متأكد. الأسعار زادت والقضاة كانوا مخلصين على فلوس الناس أصلا بالضرايب، فما فيش حد معاه فلوس يشتري البضائع الغالية، والطريق تم تمهيده فعلا لمجاعة بني أيوب. المصريين ما كانوش عارفين حاجة غير أو سمعوا عن أكل لحوم البشر ده غير من الرحالة اللي كانوا بيحكوا قبلهم. وقتها شبح الجوع اتسرسب وسط المصريين بهدوء، وبدأوا يشتكوا كونهم مش لاقيين ياكلوا، مش قادرين يوفروا حتى حق الأكل. الأسر كمان بدأت تسرق من بعضها الأكل، السرقة كترت جدا وبقت فيها مشاكل كبيرة جدا، والناس دلوقتي بقت بتدور على الأكل والشرب أكتر من الأمان. اشتداد الجوع في بطون المصريين ادى لشيء بشع جدا، وبحسب المصادر البدايه كانت عن طريق ان في رب اسره عزم اخوه جاره على الاكل. الفكره ان هو عزمه ازاي او عزمه على ايه؟ قرر الراجل ده ان هو ياخد الابن الاصغر عنده ويطبخه وياكله مع اولاده التانيين. تم القبض طبعا على الراجل ده، بس الموضوع اتكرر اكتر من مره. حالات فرديه لطهي الاطفال واكلهم على ايد اسرهم بقى شيء منتشر وسط الفقراء وخصوصا الفلاحين اللي هاجروا للقاهره. مع اندلاع الفوضى قررت الحكومه اصلا انها تسقط عقوبه شديده جدا على مرتكب الجريمه دي، بانها تغرقهم وسط الميادين العامه في احواض ميه علشان يكونوا عبره لغيرهم. المرعب بقى يا سيدي ان تم تنفيذ الحكم ده في حق 30 ست بيت وعشرات الرجاله كانوا بياخدوا عيالهم ويروحوا يذبحوهم عند الجزار ويرجعوا عشان ياكلوهم كده لقمه هنيه. مصر أرض الكنانة ما كانتش أمان أبدا لأي طفل معدي في الشارع. القصاصين بيحكوا إن الراجل كان بيقوم بوليمة على حس ابنه، يعني يروح الراجل للجزار زي ما قلت لكم من شوية، ياخد ابنه ويرجع بأجزاء منه والباقي يسيبه عند الجزار للبيع. يعني هو بيذبح ابنه أو بيروح للجزار بيبيع للجزار ابنه، يا باشا هات لي الفخذ وسيب الفخذ دوت وانا هستنى منك انك تحاسبني بالفلوس اللي باقيه من لحم ابني. متخيلين الموضوع كان واصل لحد فين؟ كمان بيقولوا ان في مره ست حاضنه ابنها الرضيع هجمت عليها ست تانية واكلته قدامها وهو صاحي، لدرجه ان الام من الصدمه فضلت تهزي بكلام مش مفهوم من الصدمه وطبت ساكته في مكانها. واحده ست كانت رايحه لاختها ولقيت ان الغدا اللي معمول كان لحمه كتير وتوابل وشطه كتير، فسالت بنت اختها ايه كل ده؟ البنت قالت لها ان ابوها خد جارتهم التخينه وعلقها وقطع منها اللحمه دي وشاورت لها على اوضه في البيت. الست دخلت لقت فعلا بقايا جسم لواحده ست ومتعلقه، انهارت وجري على الشرطه تبلغهم، لكن جوز اختها كان هرب. اللي بحكيه لك ده يا سيدي بقى كان مقتصر على عوام الشعب من الفقر، لحد ما في يوم ست من الاعيان كانت معديه من شارع شمت ريحه اكل حلوه قوي، سالت مين الطباخ الهايل ده، وما كانش غير انه واحد طابخ لحم طفل، وقدم لها طبقين. ولما سالت عن السر قال لها بكل بجاحه انه لحم اطفال، وبدل ما تبلغ عنه اتفقت معاه يخطفوا لها اطفال للطبخ مقابل فلوس. الدنيا بتتنيل اكتر والحياه بتروح في 60 داهيه. زادت عندها الشهوة للأكل النوع اللحم دوت، فزادت بطلباتها واشتهت النوع ده بشدة. وقتها بدأت أخبارها تخرج بره بيتها عن طريق الجواري، فتم الإبلاغ عنها، ومع ذلك ما تعاقبتش لأنها من الطبقة الثرية. بس الأمر ده مهد لظهور نوع حقير وجديد من البشر في العصر ده، مجموعة اسمها الصيادين. الطائفة دي بدأت تظهر بعد دخول النخبة بمرض أكل لحوم البشر. مجموعة من المصريين بينشروا الفخاخ، جمع فخ يعني،
يعمل فخ في الشارع يصطادوا الناس ويروحوا يبيعوهم للناس الاغنياء اللي هي الطبقه الثريه يعني. مخابئ الصيادين ده لما تم اكتشافها لقوا فيها فوق ال 400 جمجمه. المكان ده حاليا هو محافظه الجيزه. شغلانه فيها سبوبه وفلوس حلوه وحمايه من اغنياء البلد اللي كيفهم جابهم ياكلوا لحم بني ادمين. الامور من سيء لاسوأ والبلد بتخرب، وخلافات الايوبيين مخلياهم مش فاضيين للكارثه اللي بتحصل دي. الفيلم الرعب ده بدأ يكون عادي، ريحة الدم والموت بقت عادية، الأراضي فضيت والبيوت فضيت والأرياف فضيت، القرى بسبب الكارثة دي كان تعدادها سكانها يعني تقريبا 100,000 نزل ل 40,000. الناس في القاهرة بقت يا إما حرامية يا إما بيخطفوا أطفال. القاهرة بقت مكان أسوأ من أسوأ بيت رعب شفته في أي فيلم. الأخلاق انهارت ومفيش حد بقى مهتم لحد، والملك العادل حاول يحل المصيبة دي لكنه فشل قدام المجاعة الوحشية اللي حاصلة دي. خد نفس بقى وتعادل للكارثه اللي حصلت للمصريين. الملك العادل قرر انه يجيب 12,000 من الفقراء وياكلهم، حط لهم اكل طبيعي، خضار، رز طبيعي، والحاجات اللي انتوا عارفين الاكل بتاعنا الطبيعي يعني. تخيل بقى ان الناس معدتهم ما هضمتش الاكل ده بسبب لحم البني ادمين اللي مالي جسمهم. تخيل ان هم ماتوا بعد الاكل ده. الملك العادل حاول تاني وتالت بنفس الطريقة علشان يحاول يعود الناس ترجع طبيعية تاني، لكن الكارثة ان مات اكتر من 220,000 مصري في الحدوتة دي. والمصيبة ان بعد ما الناس تدفن ناس تانية تروح تنبش قبورهم وياخدوهم وللأسف يطبخوهم وياكلوهم. وبعد 3 سنين من الرعب ده انتهت شدة بني أيوب، و3 أرباع اللي عصروها ماتوا، فماتت معاهم قصتهم، وفضل الربع اللي فاضل من الشعب يعني اللي اتمسك بأمل الإنسانية واللي حافظوا على تكوينهم كبني آدمين واللي ما سابوش الأرياف، واللي منهم بالمناسبة مات وهو بيحاول يضرب بفاسه الأرض عشان يطلع مية نظيفة يزرع يحصد وياكل ويأكل أهله. للأسف يعني يا جماعة يعني شدة بني أيوب كانت واحدة من أسوأ الكوارث، يعني ممكن نسميها جائحة زي الكورونا وجدر القرود والحصبة والحاجات الكتير الوحشة اللي بنسمعها عنها دي. كانت كارثة مرعبة عدت على مصر واتسجلت إنها كانت أسوأ من الشدة المستنصرية وقت حكم الفاطميين. أشوفكم حلقة جاية.